السلام عليكم. مش عايز احلف بس ده واحد من احسن ايام حياتي الكرويه. عندك مثلا مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي 2-0 مستريح في ماتش يخلص 5-6 مرتاح. لا ومش بس كده، الارن سلوت حبيبي بيتعادل 1-1 مع بيرلي وشكله هيودعنا قريب. بس تفتكر الحلويات خلصت لحد كده؟ لا طبعا، ده المقاول ارتيتا بيتعادل 0-0 مع نوتنجهام فورست. يا اخي ده حتى فراخ لندن بتخسر من ويست هام اللي شايله من طوب الارض بنتيجه 2-1 في اخر دقيقه في الماتش. وعايز تاني، ده حتى فانتازيا هالاند بلانك وانا مكابتن برونو، فشفت يوم حلو زي ده. بس لازم حاجه دي تبوظ علينا اليوم المثالي ده، ومنتخب مصر بيخسر من منتخب نيجيريا في ضربات الجزاء وبياخد المركز الرابع ويبقى احسن رابع من 4 منتخبات. فالنهارده حلقه العوده وحلقه التسخين بالدوري الانجليزي بعد ما قعدنا شهر مهتمين افريقيا. فتعالى بقى نتكلم عن اللي حصل في الدوري الانجليزي. بس قبل ما نبدا ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت جميل شبه كده، وتعالى نحكي ايه اللي حصل في الدوري الانجليزي. وتعالى نبدا باهم ماتش في الجوله، وهو ديربي مانشستر ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. ومانشستر يونايتد عمل كل حاجه في الماتش ده زي ما الكتاب بيقول. عايز ضغط عالي موجود، عايز تيكي تاكا وخروج بالكره من تحت موجود، عايز اهداف تسلل موجود، عايز كور في العارضه موجود، عايز هجمات مرتده زي ما الكتاب بيقول برده موجود. الحاجه الوحيده اللي فشل فيها مانشستر يونايتد في المباراه هي الاستحواذ اللي كان طول الماتش السيتي ماسكه. بس احنا عارفين طبعا السيتي هيحط الاستحواذ ده فين. وكل اللي مانشستر عمله ده كان بمدرب مؤقت لسه جاي اول امبارح. اما على الناحيه الثانيه فاكيد مش هنختلف في بيب جوارديولا، واحد من احسن المدربين اللي جم في تاريخ الكوره. بس برده مش هنختلف ان هو اكتر مدرب حنيوك جه في تاريخ الكوره، وحنيكته دي بتيجي على دماغه في الاخر. يعني ليه مثلا يبقى عندك 2 باكات شمال، واحد زي اوريل اللي مقدم موسم ولا اروع، والتاني ايات نوري اللي جاي من افريقيا جاهز ومقدم مستويات برده الاروع، تقرر انك تقعد الاثنين وتلاعب اكي باك شمال، وانت عارف ان جبهه مانشستر يونايتد الشمال دي اقوى جبهه بالنسبه لمانشستر يونايتد. لا وحنيكته ما بتقفش لحد هنا، بيلعب رودري لوحده في نص الملعب قدام 3 من مانشستر يونايتد اللي هم برونو وكازيميرو وماينو. وده اللي كان مخلي برونو فرنانديز واخد راحته على الاخر في نص الملعب. وطول ما برونو فرنانديز واخد راحته مش عادل كوبا، بيبقى احسن نص ملعب موجود في العالم. وده اللي هتشوفه في اول 3 دقايق من المباراه، لما برونو فرنانديز بيرفع ركنيه يطلع ماجواير يحطها بدماغه بس تخبط في العارضه وتطلع بره، وتضيع فرصه اول هدف بالنسبه لمانشستر يونايتد في المباراه. ويرجع ثاني برونو فرنانديز في الدقيقه 21 بكوره ما اعرفش هي ثرو ولا عرضيه، بس كانت كوره عالميه، تروح الكوره لباتريك دروجو اللي بيستلم ويحط في الجون، بس تالق من دوناروما يمنع فرصه هدف مؤقت بالنسبه لمانشستر يونايتد. طب يسكت برونو؟ لا طبعا، في الدقيقه 32 يعمل ثرو يودي عماد ديالو انفراد اللي بيلم دوناروما ويحط الكوره في الجون، بس الحكم يرجع للفار يلاقي اوفسايد على ديالو ويتلغي الهدف بالنسبه لمانشستر يونايتد. وتيجي تقول لي على مانشستر يونايتد فضل اول 30 دقيقه هو اللي بيلعب في المباراه والسيتي ما جاش خالص. اقول لك لان كانت اول كوره خطيره بالنسبه لمانشستر سيتي كانت في الدقيقه 32 من ركنيه رفعها فودن، راحت الكوره لالين المدافع اللي حطها، بس تصدي عالمي من ليمان يقدر يتصدى للكوره ويمنع فرصه هدف بالنسبه لمانشستر سيتي. بس تفتكر بعد كوره السيتي دي برونو فرنانديز هيسكت؟ في الدقيقه 40 بياخد كوره من نص الملعب ويروح انفراد وينيم دوناروما وينيم اكي ويحط الكوره في الجون ويبقى الهدف الاول لمانشستر يونايتد. بس تاني الحكم بيرجع للفار ويلغي الهدف عشان كان في تسلل على برونو فرنانديز. شفت كل خطوط مانشستر يونايتد في الشوط الاول كانت بسبب برونو فرنانديز اللي بيب جوارديولا سايبه ياخد راحته على الاخر في الماتش. طب المفروض جوارديولا اصلا نازل بيلعب بخطه هجوميه فحت، فودن وسيمينيو ودوكو وهالاند وبرناردو سيلفا. هل الناس دي كلها كان لها اي تاثير في الشوط الاول؟ زي ما قلت لك هي كوره واحده بس في الشوط الاول الرأسيه بتاعت ألان. غير كده بص على كل مهاجم من مانشستر سيتي هتلاقيه موجود في جيب من مدافع مانشستر يونايتد. طب بالنسبه لهالاند ايه وضعه في الماتش؟ هالاند طول ال 80 دقيقه اللي لعبهم كان في جيب لساندر مارتينيز، مفيش الا كوره واحده بس شاطها على الجون كانت في الدقيقه 52، بس قدر برضه لساندر مارتينيز يشيلها من قدام الجون. غير كده هالاند طول المباراه في جيب لساندر مارتينيز. طب انت عارف ان مانشستر سيتي خسرت الماتش صح؟ تعرف ان هو احسن لاعب في الماتش بالنسبه لي هو دوناروما، لان دوناروما لما كانش واقف للسيتي في الماتش ده كان السيتي على الاقل خرج الماتش ده بسكور 6-7 مستريح. واسمع الكام هجمه اللي جايين دول، وكانت اولهم في الدقيقه 57 لما دوناروما بيعمل تصدي عالمي على مرتين. الاولى بعد ارتومن ديالو قدر اللي هو تصدى ليها تنزل الكوره لكازيميرو اللي جوه ال6 يارده اللي حب يعملها تشيب، بس دوناروما يفرد عليها رجله ويشيلها وينقذ فرصه هدف محقق بالنسبه لمانشستر يونايتد لرابع مره في المباراه. وتيجي تسالني سؤال تقول لي احنا دلوقتي بنلعب في اول ربع ساعه من الشوط الثاني وبرونو لحد دلوقتي ما ظهرش، هو جوارديولا عارف ان هو اخطر لاعب في مانشستر يونايتد وقفل عليه؟ اقول لك اسكت، انت ما تعرفش ان في الدقيقه 62 برونو فرنانديز عمل عرضيه ولا اروع لبران مبويمو اللي استلم وحط الكره في الجون، بس برضه دوناروما بتصدي خامس في المباراه يقدر يمنع مانشستر يونايتد من التسجيل. تقول لي برضه يا عم ده كلها هجمات خطر بس ما فيش حاجه منها جت جون. اقول لك امال ده في الدقيقه 64 هجمه مرتده لمانشستر يونايتد زي ما الكتاب بيقول ما بين مبويمو وبرونو، الكره تروح لبرونو اللي بيديها لمبويمو عشان يفنش الكره بفينش ولا اروع، ويبقى الهدف الاول المستحق بالنسبه لمانشستر يونايتد في المباراه. تفتكر بقى بعد جون مانشستر يونايتد ده المفروض مانشستر يونايتد يرجع يلعب تحت الكره ومانشستر سيتي يضغطه في ال 18 لحد ما يجيب هدف التعادل صح؟ بس اللي حصل غير كده يا باشا، لان في الدقيقه 75 كون ياخد كره ويروح على الطرف اليمين ويعمل عرضيه ولا اروع لباتريك دروجو اللي قطع من وسط خط دفاع السيتي كله وحط الكره بشماله في الجون، وكان الهدف الثاني المستحق بالنسبه لمانشستر يونايتد. تفتكرها وقفت لحد
هنا ده في الدقيقه 89 سلو من برونو لديالو اللي بياخد الكره من نص الملعب وياخد اكي في ظهره ويروح على الجون ويحط الكره بيمينه بس تخبط في العارضه ويديها فرصه هدف ثالث محقق بالنسبه لمانشستر يونايتد. طب تاخد الكبيره تعرف ان برونو فرنانديز خرج في الدقيقه 91 ونزل مكانه ميسن ماونت، وبعد 40 ثانيه بس ميسن ماونت بيسجل الهدف الثالث بالنسبه لمانشستر يونايتد، بس الحكم بيرجع للفار ويلغي بتاع التسلل. يعني مانشستر يونايتد في الماتش ده جايب جونين وملغي له 3 اجوان تسلل وجايب كورتين في العارضه. وانا عايز اقول لك كفايه كلام لحد كده، كفايه بس اوريك الاحصائيه دي ان مانشستر سيتي طول الشوط الثاني ما شاطش ولا كوره على الجون. وبس كده يا عم الماتش بيخلص بنتيجه 2-0 وجوارديولا لازم يبوس ايده وشه وظهر ان الماتش خلص 2-0 بس. ولو نسيت افكرك ان مدرب مانشستر يونايتد مايكل كاريك ده لسه جاي من كام يوم بس وعمل الماتش العالمي ده على جوارديولا، واللي ساعده في ده هو بيب جوارديولا بسبب الخطه اللي لعب بيها وسبب ان هو كان سايب برونو فرنانديز واخد راحته على الاخر زي ما اتكلمنا. ولما جاله العقاب مره واثنين وثلاثه من برونو فرنانديز فضل بالدو معانا وفضل يلعب بنفس الطريقه وبنفس التكتيك، وده اللي خلاه يظهر بالمنظر اللي انت شفته في الماتش ده. بس يجي السؤال هنا بقى، هل مانشستر يونايتد يقدر يبني على الانتصار ده ويعمل نفس الاداء ويقدم نفس الكوره قدام ارسنال يوم الاحد الجاي، ولا الماتش ده حلاوه تروح بالنسبه للمدرب الجديد وبعد كده ترجع ريما لعادتها القديمه؟ قول لي رايك في الكومنتات. وبالنسبه لمانشستر سيتي فهو داخل على ماتشين اسهل من بعض، اذا كان يوم الاربعاء الجاي في دوري الابطال قدام بولد جليمت دي ماتش سهل خالص في دوري الابطال، وبعد كده هيرجع يوم السبت تاني عشان يلعب ولفرهامبتون في ماتش اسهل منه. فهل شايف ان الماتشين دول لو بيب جوارديولا قدر يكسبهم هيقدر يرجع الثقه تاني للفريق، ولا فريق مانشستر سيتي كده عليه العوض ومن العوض؟ برضه مستني رايك في الكومنتات. وتعال نركن الماتش ده على جنب كده، كفايه اللي حصل في مانشستر سيتي وهات لي الارن سلوت حبيبي. بص انا هتكلم بجد من غير هزار، ماتش ليفربول وبيرني ده خلص 1-1 صح، بس الماتش ده لو اتعاد 100 مره الماتش ده يخلص 1-1 في المره دي بس. ليفربول حرفيا عمل كل حاجه في الماتش ده، 32 تسديده منهم 12 على الجون، 9 ركنيات، اكس جي وصل ل3، ولما اخيرا يسجل الهدف الاول في الدقيقه 42 عن طريق فريدز، المفروض هو داخل الشوط الاول كسبان ومفروض بقى ينزل الشوط الثاني بقى يضغط فريق بيرني ويجيب الثاني والثالث، انت بتلاعب بيرني. بس برضه نزل الشوط الثاني بنفس الشوط الاول عمال يضيع كور من اليمين ومن الشمال وكور جنب العارضه وكور في العارضه، لحد ما بيرني في الهجمه الوحيده المنظمه اللي عملوها قدروا يكسروا خط دفاع ليفربول وراحوا وسجلوا هدف التعادل، ورجع يا باشا ركن الاتوبيس لورا لحد ما الماتش خلص بنتيجه 1-1. وانا عايز اقول لك ان حارس بيرني دوفاركا ده طالع عامل 9 سيف، وده يبين لك قد ايه فريق ليفربول ما كانش محظوظ خالص الماتش ده، وانا مش زعلان بصراحه من الاسوأ لاسوأ يعني عادي يعني. وان شاء الله محمد صلاح قبل ما يرجع ليفربول يلاقي مدرب تاني غير الارن سلوت لان وقته بدا يخلص، لان الارن سلوت عنده ماتشين جايين مش سهلين خالص بالنسبه للمستوى اللي بيقدمه. الماتش الاول يوم الاربعاء قدام مارسيليا في دوري الابطال، ومارسيليا ده واحد من احسن الفرق اللي بتلعب كوره في العالم مش في الدوري الفرنسي بس، فهيبقى ماتش مش سهل خالص على ارن سلوت، وممكن نسمع خبر اقالته بعد الماتش ده عادي جدا. وكمان هيرجع يوم السبت في ماتش برده مش سهل قدام بورموس. تقول لي بس بورموس مش شايفه قدامها، اقول لك يا معلم ده بيتعادل مع بيرني هيعرف يكسب بورموس؟ فهل انت شايف ان ليفربول لو خسر يوم الاربعاء من مارسيليا يوم السبت قدام بورموس هيخش بمدرب جديد، ولا برده هيكمل بالارن سلوت؟ يا ريت تقول لي رايك في الكومنتات. وتعال نركن برده الارن سلوت ده على جنب وهات لي الماتش الثالث معانا وهو ماتش تشيلسي قدام فريق برينتفورد. اهو شفت كل الحظ اللي كنا بنتكلم عليه ليفربول وازاي كان حظهم وحش، اعكس الكلام ده بالنسبه لتشيلسي الفريق اللي كان محظوظ قوي بالنسبه للماتش ده. انت عندك برينتفورد شاط 15 كره على تشيلسي في الماتش باكس جي وصل 2. يعني انت مثلا عندك كره زي اللي قدامك دي في الدقيقه 20 ثرو حلو من تياجو وتروح الكره لشادي اللي بينيم مدافع تشيلسي على الارض والجون قدامه مفتوح، بس بدل ما يشوط عايز يوصلها تاني لتياجو، وانا ما لقيتش اي تفسير للكره دي غير ان شادي مكابتن تياجو في الفانتازي عشان بعد 5 دقايق يبدا حظ تشيلسي في المباراه ويسجل الهدف الاول بطريقه مفيش اضحك من كده. المدافع بيشيل الكره خبطت في انزو راحت لجواو بيدرو اللي حطها في الجون وبقى الهدف الاول بالنسبه لتشيلسي في المباراه، عشان بعد كده بقى برينتفورد يسيطر على الماتش بالطول والعرض، وفي الدقيقه 39 تلاقي الكره بتيجي في العارضه، وفي الدقيقه 49 تلاقي انفراد لشادي بيحطها في سانشيز وغيرهم كتير من الهجمات. بس عشان وقتي وقتك وقت الحلقه بس عشان تيجي الدقيقه 79 وغلطه مالهاش اي لازمه من كيلهر اللي الكره بتطول من رجله بقى كده يكمل في رجل ديلاب عشان الكره تحسب ضربه جزاء ويخش بالمر ويسجل ضربه الجزاء، وانا مبسوط بصراحه عشان معاه بالمر في الفانتازي، وتنتهي المباراه بنتيجه 2-0 بالنسبه لتشيلسي. وبالفوز ده يبقى ده اول فوز بالنسبه لمدرب تشيلسي الجديد اللي لسه بحاول احفظ اسمه، والفوز ده يدي ثقه للمدرب ويدي ثقه للعيبه اللي داخلين على ماتشين مفيش اسهل من كده، الاول في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاث الجاي قدام فريق بافوس، وفريق بافوس ده بيلعب فيه لاعب كان بيلعب في تشيلسي كان واحد من نجوم تشيلسي اللي خد دوري ابطال اوروبا 2012، لو عرفت هو مين قول لي في الكومنتات. اما الماتش الثاني فهو يوم السبت الجاي قدام فريق كريستال بالاس اللي مش احسن حاجه الفتره دي وممكن يطيروا المدرب بتاعهم، فماتشين يبقى سهلين لتشيلسي يكسبهم ويقدر يرجع تاني ينافس على مراكز التوب فور مستريح. نركن بقى تشيلسي وبرينفورد دول على جنب، وقلت بقى ايه اخش اخد بصه كده على ماتش ليفانتي وريال مدريد، بس اول ما فتحت الماتش لقيت واحد بيتقدم لوحده في المدرجات فحسيت انا جيت في وقت غير مناسب، ولما قعدت اتفرج شويه ولقيت الاداء اللي بيقدمه تشاوميني وفينيسيوس جونيور قلت تعالى نتكلم عن اخر ماتش معانا النهارده وهو ماتش ارسنال وفريق نوتنجهام فورست. اهو بص ماتش ارسنال ونوتنجهام فورست ده نسخه من ماتش مصر والسنغال، حسام حسن نزل
نازل راسس قصدي شون دايتش نازل راسس ال 11 لاعب في نص ملعبهم اللي اقل واحد فيهم طوله 2 متر ونص، وبيقول له ارسنال لو راجل عدي وتعالى هات فيها جون. ومش معنى ان الماتش خلص 0-0 وشون دايتش كان نازل 11 لاعب ان ارسنال ما راحتش في الماتش، لا يا باشا ده راحت كتير قوي. وكانت اول خطوره بالنسبه لارسنال في المباراه كانت في دقيقه 29 لما الكوره راحت لمارتينيلي اللي الجون قدامه مفتوح، بس بدل ما يحطها في الجون حطها بره زي العبيط. وبعديها الاوتوبيس جيوكيريس بياخد كوره وينفرد بيها من نص الملعب ووراه تريلا مورينو، وجيوكيريس ده انه واقف على الكوره وهادي لحد ما مورينو جه خدها منه وطلعت الكوره ركنيه وضاعت فرصه هدف مؤكد بالنسبه لارسنال. وبعدها تاني ساكا بيحط راسيه ولا اروع بس يطير عليها سيلسي بتصدي ولا اجمل ويمنع فرصه هدف اول بالنسبه لارسنال في المباراه، وتنتهي المباراه بنتيجه 0-0. وده يبقى تاني تعادل وتاني تعثر على التوالي بالنسبه لارسنال في الدوري. وارسنال اللي عنده الماتشين الجايين ماتشين مفيش اصعب منهم، الاول يوم الثلاث قدام فريق انتر ميلان في دوري الابطال، وانتر ميلان اللي بيقدم واحد من احسن مواسمه متصدر الدوري الايطالي. وبمناسبه انتر ميلان لو عايزين نتكلم عن الدوري الايطالي قول لي في التعليقات. وبعد ماتش انتر هيرجع يوم الاحد على ماتش قوي جدا قدام مانشستر يونايتد اللي لسه كسبان مانشستر سيتي. وبالمناسبه مانشستر يونايتد ما عندوش اي حاجه، فهو هيقعد من يوم السبت ليوم الاحد فاضي ما وروش اي حاجه مريح لعيبته عشان يلاعب ارسنال يوم الاحد اللي هيبقى طالع من مدعكه قدام فريق انتر ميلان. فهل انت شايف ان ارسنال عارف يعدي من الاختبارين دول؟ انا بالنسبه لي ارسنال لو عدى من الاختبارين دول ارسنال بطل الدوري الانجليزي من غير اي منازع. وحاجه على جنب كده، توتنهام بيخسر بنتيجه 2-1 قدام ويست هام، ويست هام اللي في اخر 5 ماتشات ما كسبش ولا ماتش، ويست هام اللي خسر من ولفرهامبتون وخسر من فرق لا يعلم بها ربنا، راح كسب توتنهام على ارض وسط جماهيره بعد ما كان توتنهام اصلا متقدم في المباراه. فممكن وقت نزول الحلقه دي تلاقي توتنهام بيكون المدرب بتاعه توماس فرانك وممكن يعينوا مكانه تشابي الونسو في مفاجاه. فانا كده خلصت كل اللي عندي النهارده. كانت حلقه ايه ممكن تبقى قصيره شويه بس دي حلقه العوده وايه كنت بظبط في الديكور وشويه حوارات كده. هتلاقي ان شاء الله الحلقات اللي جايه هنتكلم اكتر على فرق اكتر وهنتكلم على دوريات اكتر. قول لي بس عايزين نتكلم على اي دوريات في الكومنتات، الدوري الانجليزي مع الدوري الايطالي ولا الدوري الاسباني ولا نتكلم على ثلاثه مع بعض؟ قول لي في الكومنتات وانا يا باشا من العين دي قبل العين دي. ولو عجبتك الحلقه لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل شبه كده وفعل الجرس واستناني ان شاء الله في اللي جاي معرفش امتى. والسلام عليكم.